عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. أهلا وسهلا بمتابعي صفحة البورصة في أكاديمية عواد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن سهم موبكو، سهم مصري لإنتاج الأسمدة. السهم ده أثار تساؤلات عدة وأثار تخوفات. عايزين نتكلم عن سهم موبكو ونطمن المستثمرين ونقول لهم أخبار هذا السهم ونحلله فنيا ونحلله ماليا. تعالوا نمسك السهم ده مبدئيا نتكلم فيه في التحليل المالي، التحليل المحبذ إلى قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نشوف بيانات السهم القيمة الاسمية 10 جنيه. خلينا نقرأ البيانات اللي موجودة قدامنا. القيمة الاسمية 10 جنيه، القيمة الدفترية 26 جنيه بناء على الربع الثاني 2016. ناخد بالنا من 26 جنيه والربع الثاني 2016. طب يعني نستنتج ان القيمة دي غير محدثة. طيب انا درست السهم وبصيت على اخر قيمة مالية لسهم موبكو بناء على النصف الثاني من عام 2024. القائمة المالية التي صدرت في 30 يونيو 2024 وجدت ان القيمة الدفترية تقريبا 24 جنيه. 24 جنيه. عدد الأسهم، أسهم الشركة 2 مليار سهم. عدد الأسهم 2 مليار سهم. طيب القيمة الدفترية تقريبا لهذا السهم هنقول إن طبقا للقائمة المالية في 30 يونيو 2024 كانت حقوق المساهمين 48 مليار جنيه. هنقدر نحسب من خلالها القيمة الدفترية، هنلاقي القيمة الدفترية تقريبا أو مضاعف القيمة الدفترية 2 مرة. احنا بنتكلم على مضاعف القيمة الدفترية اللي هو 2، والقيمة الدفترية 24 جنيه بناء على النصف الثاني من عام 2024. تعالوا نشوف أخبار السهم ونقلب فيها كده ونشوف إيه الأخبار. طبعا السهم ده كان لسه موزع كوبون في 26 أغسطس تقريبا 4 جنيه إلا ربع أو 3 جنيه 75 قرش. وفي يوم 14 أغسطس الأرباح قفزت 114% والأرباح تجاوزت 10 مليار جنيه. طيب تعالوا نشوف القيمة العادلة لسهم موبكو في آخر عام 24. أنا عملت حسابات وشفت إن بناء طبعا على القيمة المالية لسهم موبكو في 30 يونيو 2024 وجدت إن حقوق المساهمين تقريبا 48 مليار جنيه. طبعا دي شاملة الأرباح. طيب لو هنقول ان سهم موبكو هيعمل ارباح اخر العام 10 مليار او النصف الثاني من العام 2024 هيعمل 10 مليار زي ما عمل في النصف الاول 10 مليار، اذا حقوق المساهمين هتكون حوالي 58 مليار جنيه. لما نشوف في تغير او السيولة النقدية التي بحوزة سهم موبكو حاليا، السهم او حاليا السيولة النقدية الموجودة في السهم حوالي 11 مليار. لو هنقول انها هتتضاعف وهتبقى 20 مليار او مش هنقول تتضاعف، مثلا هنقول هتبقى 15 مليار تقريبا، هيبقى معانا 15 مليار هنزودهم على 58 مليار، هنتكلم في حوالي 75 مليار جنيه. 75 مليار جنيه دي تعتبر هتبقى حقوق المساهمين او حقوق الملاك في اخر العام.
يعني لو حسبناها بالنسبة لعدد الأسهم الموجودة حاليا هنلاقي إن قيمة السهم ستتراوح ما بين 70 جنيه إلى 80 جنيه. طيب هو سعره كام دلوقتي؟ سعره حاليا 43 جنيه. إذا هو فرصة جيدة جدا 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 لتكوين مراكز شرائية. طيب خصوصا ان احنا في المؤشر وهو عند 30,000 ومرشح جدا ان احنا نصعد الى 34,000 و40,000 بفضل الله تعالى. اذا سهم موبكو يعتبر من الاسهم الجيدة للشراء والجيدة لتكوين مراكز شرائية. طب تعالوا نشوف على الشارت، اخبار سهم موبكو. تعالوا معانا. نكتب اسم السهم حاليا. MFBC، كود سهم موبكو. طبعا احنا حاليا فاتحين على الشارت الشهري. ده شكل الشارت الشهري. طبعا سهم موبكو نشأ او طرح في البورصة من عام 2016. احنا بصينا هنا هنلاقي طرح في البورصة في سبتمبر 2016. كان سعره حاليا او سعر وقت الطرح حوالي 3 جنيه. لو احنا بصينا هنا هنلاقي سعره وقت الطرح حوالي 3 جنيه. طبعا القمة التاريخية لسهم موبكو في 2024 وصلت إلى 90 جنيه. طيب سهم موبكو من 2016 إلى 2017 كان في اتجاه صعودي. بعد كده في عام 2020 هبط ونزل إلى سعر الطرح وقت 2016. إذن من 2016 إلى 2020 كان الحركة عرضية. من 2020 إلى وقتنا هذا هو في حركة صعودية أو في اتجاه صعودي. احنا لو بصينا حتى على الشورت الشهري هنلاقي الشمعة أو الشمعات ضيقة جدا والشمعات في مرحلة تجميع. ده بالنسبة إلى سهم موبكو. زي ما بقول لحضراتكم إن هذا السهم مستهدفه على آخر العام بإذن الله تعالى يوصل إلى 70 و80 جنيه بإذن الله تعالى. شكرا لحضراتكم جدا وأتمنى تكونوا استفدتوا معانا، وأتمنى إن شاء الله الانضمام إلى البورصة في أكاديمية عواد والاشتراك في قناة أكاديمية عواد. ومتشكر لحضراتكم جدا، وأي استفسارات اكتبوا في الكومنتات ومنتظر آرائكم. وشكرا لحضراتكم جدا جدا جدا.